الحكاية واضحة زي الشمس من بداية الموسم أو من نهاية الموسم اللي فات. زيزو كان هيتباع. كابتن حسين لبيب لا يلام لأنه رفض يبيعه لأنه كان خايف من الهزة الجماهيرية. زيزو كان ممكن يمشي ويجيب لنادي الزمالك فلوس، كان على الأقل هيجيب لنادي الزمالك في نهاية الموسم اللي فات حوالي 7 مليون دولار زائد حوالي 20% نسبة إعادة بيع، وده مبلغ كان كويس، خصوصا انك دلوقتي هتودي زيزو للأهلي مجانا على طبق من ذهب. المشكلة هنا مش في بس في مجلس الإدارة، المشكلة كمان في جمهور نادي الزمالك اللي مقتنع إن زيزو ده ملاك نازل من السما وأبوه هو اللي طماع، وكأن زيزو يا عيني نفسه يقعد في نادي الزمالك وأبوه هو اللي غصبه وقال له هتروح في الأهلي غصب عنك، وكأن زيزو عايز يقعد في الزمالك ب10 جنيه وأبوه بيقول له لأ أبدا هتمشي وهتروح الأهلي وهتاخد 10 مليون جنيه مثلا يعني. اي لاعب في الدنيا لازم يظهر لك في انه قدامك ان هو اللاعب الكويس، ووكيله او والده او اي حد تاني يظهر بالشكل الوحش اللي قدامك. يعني في ناس واضحة وصريحة تلاقي منها الحلو وتلاقي منها الوحش، انما في ناس تانية مش واضحة ولا صريحة بيطلع منها الحلو وتخلي غيرها يطلع الوحش بتاعها. هو ده اللي حصل في موضوع احمد سيد زيزو. كابتن احمد سيد زيزو ضحك على جمهور الزمالك بالكامل وفهمهم ان هو المخلص الامين وان ادارة نادي الزمالك هي الوحشة. مش هنكر ان مجلس ادارة نادي الزمالك مجلس فاشل بكل معاني الكلمة، حتى الان لن ينجح في اي شيء، وبالتالي احمد سيد زيزو ضحك على مجلس ادارة نادي الزمالك بالكامل ولبسهم العمة. التفاصيل الاخيرة ان كابتن احمد حسام ميدو بعد الحوار الجميل اللي قاله والد زيزو مع هاني حتحوت، طلع احمد حسام ميدو اتكلم مع احمد سيد زيزو وقال له دلوقتي الفلوس معايا، الفلوس جاهزة، ها هتمضي ولا انت اصلا وقعت للنادي الاهلي؟ زيزو رد عليه وقال له اعتبرني وقعت للاهلي يا كابتن. مش بس كده، راح زيزو ساب ميدو ومشي من غير حتى ما يستأذن. بالتالي كابتن احمد حسام ميدو بعت لعبد الواحد السيد قال له ميدو زيزو خارج نادي الزمالك، انت دلوقتي اعتبر نفسك ما عندكش لاعب اسمه احمد سيد زيزو في نادي الزمالك، وبلغ المدير الفني بهذا الامر. وبالتالي ظهرت صور احمد سيد زيزو وهو بيتمرن منفردا في الملعب الفرعي لوحده، وبالتالي كده احمد سيد زيزو خارج صفوف نادي الزمالك في مباراة غدا وغالبا لنهاية الموسم. ليه؟ لان اللاعب وقع فعلا للنادي الاهلي. وانا اسف قلت لكم قبل كده احمد شوبير مش هيقول خبر كده الا لما يكون متأكد بنسبة 100% ان الخبر ده صحيح. احمد شوبير كلنا كارهين ليه، ولكن للأسف الشديد ما بيقولش أخبار إلا لما بيكون متأكد منها بنسبة 100%. ولما أحمد شوبير قال إن زيزو ماضي للأهلي وإن فيه شرط جزائي، اتأكدت بنسبة 100% إن أحمد شوبير كلامه صح. الرسالة بقى دلوقتي لجمهور الزمالك وخصوصا رواد السوشيال ميديا، لو سمحتم ادعم نادي الزمالك فقط، ما تديش لأي لاعب داخل نادي الزمالك أكبر من حجمه تاني علشان ما تبقاش هي دي النتيجة. أشرف بن شرقي سابك طلع بره وبعدين راح الأهلي وانت لحد دلوقتي بتقول بين قلبي ليه؟ لأنه عمل حركات تمحيك خلاك انت تحبه. هو ده اللي بيحصل، بلاش تتجر ورا الناس ديت. ساسي اللي عمال يشاور لك باي لحد دلوقتي وعمال يقول لك يدي تصريحات نفسي ارجع نادي الزمالك وانا الزمالك في قلبي ومش عارف ايه، اقسم بالله لو الاهلي فوضه تاني يوم هيكون في النادي الاهلي وانت نفسك هتلتمس له العذر. بلاش يا جمهور الزمالك يضحك عليكم من اي لاعب تاني